السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم أبرز ما جاء في نزال المقاتل المغربي يوسف مجاهيد ضد خصمه التركي إيمري سيريك. النزال يندرج ضمن منظمة إنفيوجن العالمية. ملامح المقاتل المغربي تقول لكم أن التركي غادي يدوز أكفس ليلة في حياته في هذا النزال. ومن البداية المقاتل المغربي لم يترك أي فرصة للتركي، حيث ضغط عليه بشكل قوي. المقاتل المغربي نهج سياسة المعركة إلى الأمام وعدم الرجوع للخلف، حيث وجه وابلا من اللكمات والركلات القوية إلى ساق التركي سيدريك، مما جعله غير قادر على الوقوف وسقط أكثر من مرة. بعد أن كشف نقطة ضعف التركي، وجه مجاهيد ركلات متتالية لاو كيك إلى ساق التركي. وانظروا كيف أصبح شكل ساق التركي. اسمعوا قوة ضربات المقاتل المغربي، تبارك الله ما شاء الله عليه. وعلى إثر ضربات اللوكيك القوية استسلم التركي للأمر الواقع وسقط أرضا لينهزم بالضربة القاضية قبل نهاية الجولة الثانية، ويفوز البطل المغربي. فألف ألف مبروك للبطل المغربي ومزيدا من التألق إن شاء الله.